طبعًا هتتطرد يعني هتتطرد، يعني إيه يعني يا أستاذ محمد؟ أقول لك أنا يعني إيه، طبعًا الإيجار القديم نزل وهيتطبّق إن شاء الله من أول شهر 7 القادم بمشيئة الله تعالى، وطبعًا هتتطرد يعني هتتطرد، يعني إيه يعني يا أستاذ محمد؟ أقول لك أنا يعني إيه، يعني الإيجار القديم هيتم تطبيقه بقوة القانون لمدة 5 سنين، في خلال ال5 سنين دي هيتم الحد الأدنى في المدن للإيجارة دي هي 1000 جنيه، وفي القرى 500 جنيه، وبعد ال5 سنين هيتم طردك بقوة القانون، وفي خلال ال5 سنين دول هيتم زيادة الإيجار القديم بمدة 15% سنوية. يعني إيه يا أستاذ محمد؟ أقول لسعادتك يعني إيه؟ يعني الإيجار القديم أبو 5 جنيه و10 جنيه هيتم إلغائه، يعني الإيجار بدل ما يبقى 5 جنيه و10 جنيه هيبقى 1000 جنيه شهريًا، ده الحد الأدنى، وزيادة سنوية كمان 15% كل سنة، يعني كل سنويًا بنسبة 15% هيزيد القيمة الإيجارية بتاعة حضرتك، وده على الشقق السكنية وعلى المحلات التجارية. المحلات التجارية طبعًا هيزيد نسبتها، أكيد مش هتبقى 1000 جنيه، هيبقى نسبتها هتبقى أعلى من 1000 جنيه، وطبعًا هتزيد سنويًا لمدة 5 سنين، وطبعًا هيتطبق عليها بعد ال5 سنوات هيتم طردك بقوة القانون، والمؤجر أو اللي مأجر لسعادتك هيرفع دعوى طرد، هيتم طردك تاني يوم. كان معكم مستشار محمد يسري، محامي بالاستئناف العالي والجنايات. السلام عليكم.